السلام عليكم. في الفيديو ده يا صديقي هقول لك على اهم 10 برامج لازم تنزلهم بعد تثبيت الويندوز، هتخلي جهازك اسرع في الاستخدام واسهل في اداره الملفات، وكمان هتوفر عليك وقت كبير جدا. اول برنامج معانا HW مونيتور، والبرنامج ده يا صديقي من اهم البرامج اللي لازم تثبتها لانه بيخليك تتابع درجات الحراره بتاعه كل القطع اللي في الجهاز، يعني تقدر تعرف من خلاله درجه حراره المعالج وكارت الشاشه والهارد وكمان سرعه المراوح، يعني لو في اي مشكله حراره تعرفها بسهوله قبل ما تسبب اي ضرر للجهاز بتاعك. رام ماب، وده تاني برنامج معانا، وطبعا كل اجهزتنا بتتقل بعد فتره وبنبقى حاسين ان الرامات مش مستغله بشكل صحيح، فالبرنامج ده من الادوات الممتازه والمهمه اللي بتخليك تشوف الرامات مستخدمه ازاي بالتفصيل، لان البرنامج بيعرض استهلاك الذاكره من النظام والبرامج، وطبعا اهم ميزه فيه وهي تفريغ كاشات الرامات، وبالتالي يا صديقي اداء جبار لجهازك. والبرنامج الثالث معانا كريستال ديسك انفو، من اهم البرامج اللي لازم تكون موجوده عندك بعد تثبيت الويندوز. البرنامج ده بيقول لك حاله الهارد والاس اس دي وهل هم شغالين كويس ولا لا، ودي ميزه مهمه جدا لانها ممكن تنقذك من ضياع ملفاتك وبياناتك قبل ما الهارد يبوظ فجاه ويبقى شكلك عامل كده. البرنامج رقم 4 ايفري سينك، افضل برنامج لاداره ملفاتك لانه بيبحث في الجهاز كله وبسرعه رهيبه وبيطلع لك اي ملف او فولدر في ثواني، وصدقني بعد ما تستخدمه هتحس ان بحث الويندوز ابطا بكتير. مايكروسوفت اوفيس، البرنامج الخامس معانا والغني عن التعريف، وده مهم جدا سواء كنت طالب او موظف او حتى بتستخدم الكمبيوتر في البيت عشان تقدر تعمل ابحاثك على الوورد وترتب حساباتك على الاكسل او تجهز عرض او درس على الباوربوينت. رقم 6 ادوبي اكروبات، لو انت بتحب قراءه الكتب يبقى لازم تحمله لان البرنامج بيسمح لك تفتح ملفات PDF وتقراها وتتعامل معاها بسهوله جدا. رقم 7 VLC، واحد من افضل البرامج لتشغيل الفيديو والصوت، الجميل فيه انه بيشغل تقريبا اي صيغه فيديو او صوت من غير ما تحتاج تنزل اي اضافات او اكواد اضافيه، يعني لو عندك فيديو مش راضي يشتغل على اي برنامج يبقى VLC هو اللي هيشغله. رقم 8 ZIP، من البرامج الاساسيه بعد تثبيت الويندوز، والبرنامج ده بيفك ضغط الملفات او يضغطها لك تاني، ودي حاجه هتقابلها بشكل مستمر سواء وانت بتنزل برامج او العاب او تعريفات او اي ملفات تانية. البرنامج التاسع فري داونلود مانجر، ومن اسمه كده يا صديقي هو برنامج مجاني لتحميل الملفات، وحط تحت ملفات دي مليون خط لان البرنامج بينزل معاك كل انواع الملفات حتى التورنت، ده غير انه سريع جدا في التحميل وبيقدر يكمل معاك تحميل من النقطه اللي وقف عندها حتى لو النت فصل. واخر حاجه معانا يا صديقي جوجل كروم. رقم 10 البرنامج اللي غالبا بيكون اول حاجه بننزلها بعد تثبيت الويندوز، متصفح سريع وسهل، وكمان من خلاله هتقدر تبحث عن البرامج اللي اتكلمنا عنها في الفيديو. اهم حاجه ما تنساش لو الفيديو عجبك لايك وشير وتعليق يشجعني. سلام.